النهاردة يوم 30 نوفمبر وبكرة هيبقى أول يوم في آخر شهر في السنة، فالسنة بتخلص وزيكم كان عندي أهداف في أول السنة كتبتها والريزولوشنز وكل الحاجات دي، ولكن دلوقتي ببص على آخر شهر في السنة واكتشفت إن أنا محققتش تقريبا أي حاجة من الأهداف اللي أنا كنت حاططها لنفسي دي. كان في شوية بروجرس حصل في أول السنة ولكن ودلوقتي على آخر السنة مش مصدق السنة جريت مني. بقالي 5 سنين تقريبا بكتب نفس ال3 أهداف، ان انا عايز اعمل فورمه. طبعا انتوا مش شايفين حجم الكتله العضليه اللي موجوده تحت البادي ارمور بتاعي ده، وان انا اوصل ل 100,000 سبسكرايبر على اليوتيوب شانل، وان انا انزل ابلكيشن على الاب ستور والبلاي ستور. انا قريب شويه من كلهم تقريبا، يعني مثلا لو اديت نفسي سكور انا تقريبا 66% في وسط الطريق، لكن انا عايز ان انا ليفل اب واوصل للليفل الاعلى. الفتره اللي جايه دي في اخر 30 يوم في السنه قررت ان انا هعمل تشالنج، هعمل تحدي على مدار ال 30 يوم اللي جايين دول، وبنيت لينا ابلكيشن علشان نقفل السنه دي بالتحدي ده مع بعضينا. الابلكيشن هو تريبل، بس انا حطيت فيه فيتشر جديده وهي فيتشر اكسبيرينسز. دلوقتي تقدروا تدخلوا على tribble.ai وتعملوا اكونت وهتلاقوا ان في كوميونتي موجوده. الكوميونتي دي اسمها كونكر. ادخلوا على كونكر هتلاقوا ان في اكسبيرينس اسمها بروجكت 30. بروجكت 30 ده على مدار ال 30 يوم اللي جايين تشالنج للديسيبلين، تحدي للانضباط. اول ما تدخل على بروجكت 30 هتلاقي انك انت تقدر تجوين الاكسبيرينس، هتكتب ليه انت عايز تجوين الاكسبيرينس، هتحدد ال3 اهداف بتوعك، وهتحدد العادات اللي انت عايز تكون ديلي هابتس ليك. ايه الحاجات اللي انت هتحاول تعملها كل يوم اللي هتقربك ل3 اهداف دول، ومش لازم يكونوا 5 عادات، ممكن تكون عادة واحدة. اختار حاجة تكون بره الكومفورت زون بتاعتك ولكن مش overwhelming ليك. نحاول نعمل حاجة في الجول سيتنج اسمها SMART goals: specific, measurable, attainable, realistic و time bound. انا مثلا كنت هكتب اشتغل 10 ساعات في اليوم. 10 ساعات في اليوم ده مش رياليستيك. انا عارف ان انا على مدار السنين اللي فاتت لما كنت بشتغل 10 ساعات في اليوم بيبقى كده كام يوم وخلاص، وبعدين ما burn myself out ومش بتبقى حاجة sustainable اقدر ان انا maintain over a long period of time. فانا بحتاج ان انا اكون رياليستيك اكتر في الاكسبكتيشنز بتاعتي. ممكن 6 ساعات بس، ممكن 5 ساعات بس. في واحد من الاهداف تقدروا ان انتوا تساعدوني فيه، وهو ان الشانل دي توصل ل 100,000 سبسكرايبر. فلو بتحبوا القناه دي شير ات. في اوبشن جديد في اليوتيوب اسمه هايب، لو تقدروا ان انتوا تدوسوا هايب او ان انتوا تدوسوا لايك على الفيديوز ده بيساعد ان الالجوريثم يشير ات مع ناس اكتر. وقررت ان انا هعمل زي ما تقولوا ديلي فلوجز، بس انا مش هنزلها على اليوتيوب شانل بتاعتي، انا هنزلهم على انستجرام لو عندكم انستجرام. لو مش عندكم انستجرام which is good، مش عايزكم تنزلوا انستجرام علشان دي هتبقى اسوأ حاجة ممكن تعملوها. التشالنج بتاعت 30 يوم دي هسيب التشيك-انز بتاعتي على الابليكيشن بابليك، فتقدروا تشوفوا انا عملت ايه وما عملتش ايه. الفكرة من الموضوع ده ان احنا نحس ان احنا كلنا بنعمل الموضوع ده سوا، فعملت سيكشن للدiscussions ان الناس تقدر انها تتناقش في مواضيع، والديلي تشيك-ان دي كل يوم تقدر ان انت تفتح، تقدر ان انت تعمل تشيك-ان لليوم ده بس. فلو فاتك يوم التشيك-ان بتاعك هيروح وهتشوفوا ان في ستريك. الصراحه ما كنتش عايز اعمل ديلي فلوجز، ولكن انا حاسس انها تخليني اراقب اليوم بتاعي اكتر، لان في حاجات انا عارف ان انا مثلا بمسك التليفون بتاعي في اول اليوم، اول ساعه في اليوم، دي مش حاجه انا عايز ان انا اعملها، فمحتاج ان انا اعمل حاجه تانية. ليه الفكره دي جت؟ الصراحه ان السنه هتخلص خلاني ايه ده، بصيت على شويه حاجات اللي انا كنت كاتبها في اول السنه وقلت انا ما عملتش اي حاجه منها، انا متضايق. وكنت بتكلم مع حد واكتشفت ان انا I have been breaking promises لنفسي. بقول حاجات لنفسي قبل ما اقولها لغيري، مثلا هنزل فيديو يوم كذا، طيب انا كسرت الكلمة دي، فبقت كلمتي لنفسي مش زي الاول. وانا اقدر ان انا اتراك الموضوع ده، كل الموضوع ده اقدر اتراكت لوقت ماريو. وقت ماريو لما هو سرق مني الفلوس انا كنت بقول كلمتي، يعني الكلمة لو قلتها بعملها بالحرف. فلو اتفرجت على الفيديو ده وشفتوا ان انا لما سلمت عليه واديته كلمة، انا كانت بالنسبة لي دي كلمة سيف. لما حصل اللي حصل بدأت ان انا افقد ثقتي في الكلمة وفي كلام الناس وفي كل حاجة، بس كلمتي لنفسي نفسها كمان فقدت وزنها، وانا عايز ان انا ارجع الموضوع ده تاني. ده جزء من التعافي بتاعي. فالانضباط على مدار ال 30 يوم اللي جايين دول مهم جدا بالنسبة لي، ان انا مش عايز ان انا اكسر كلمتي لنفسي. سلام. بالتوفيق. بالتوفيق.